ليس فقط بفضل ما تعلمناه بل بما بنيناه من علاقات وما أثبتناه من قدرات. فقد أكملتم بنجاح تدريباً شاملاً نظرياً وميدانياً غطى مهارات القيادة وأساسيات الصحة والسلامة، إلى جانب تدريبات متخصصة في أساسيات النقل والحفر وفي كافة ما يتعلق بهما، إضافة إلى اختبار الآبار وسلامة إنتاجها ومعالجة الغاز وتحسين الإنتاج ظهوراً بتدريبات الESP وإدارة الموارد البشرية. لقد أظهرتم خلال هذا الشهر أنكم تمتلكون الإرادة الصلبة والرغبة الحقيقية في التمييز، وأنكم قادرون على مواجهة كل تحدي بكل شجاعة وثقة. لقد كان لنا دورا أن نكون جزءا من هذه الرحلة، وشهدنا بأنفسنا كيف تزدادون تألقا يوما بعد يوم. نحن على يقين بأن لديكم الكثير من الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها تقويم البرامج اللاحقة، وستكون الأساس الذي نعتمد عليه لتحسين وتطوير برامجنا المستقبلية. أبنائي الأكارم، ما تحققونه اليوم هو أكثر من مجرد نهاية لفترة تدريب، إنه بداية لطريق طويل من النجاحات والإنجازات. أنتم الآن تحملون راية الأمل والطموح وأنتم أهل لها. ثقوا بأنفسكم لأنكم تمتلكون كل ما يحتاجه النجاح من علم ووعي وإصرار. طلبتنا الأعزاء، لا تنسوا أن كل تحدي واجهتموه كان درساً، وكل نجاح تحقق كان خطوة نحو طريق تحقيق أحلامكم الكبيرة. نحن هنا في جامعتكم المضيفة فخورون بكم، ونؤمن بأنكم قادرون على تحقيق المزيد. أوصيكم بأن تحافظوا على تلك الروابط التي أنشأتموها خلال هذه الفترة، لأنكم بهذه العلاقات تبنون شبكة دعم قوية ستساعدكم في حياتكم المقبلة. وتذكروا أن النجاح ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسيرة جديدة تتطلب منكم الاستمرار في السعي والتعلم والتطوير. ختاماً، أود أن أشكركم من أعماق قلبي على التزامكم وتفانيكم. أنتم اليوم تغادرون بذكريات جميلة وبصمة لا تنسى في قلوبنا. نأمل أن تبقى أبوابنا مفتوحة دائما لكم، وأن نرى فيكم دائما قادة المستقبل الذين نسعى جميعا لرؤيتهم. الشكر والتقدير لإدارة مؤسسة المسوار بالتدريب، والشكر موصول لكافة المؤسسات الراعية وشركات القطاع الخاص وشركات التراخيص النفطية والعاملة معها لما أبدوه من دور كبير وتعاون لا محدود له في إنجاح البرنامج. وفقكم الله في مسيرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج اللي اجتمعنا به من كل محافظات العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكونا عراق مصغر بالبصرة الفيحاء. البصرة اللي كانت ولا زالت منار وقبلة لطلب العلم على مر العصور. وأخيراً كلمتي بحق الأب والدكتور عدنان عتيق رئيس الجامعة التقنية الجنوبية، الذي دائماً ما يغمرنا بعطفه وحنانه الأبوي، طيلة هذه الأيام بمثابة الأب لنا. لم نشعر للحظة أننا بعيدين عن ديارنا وأهلنا. دكتور عدنان مقيم في التواضع والأخلاق. دكتور عدنان لن يتكرر. دكتور عدنان لا مثيل له. وشكرا.
اسمي جعفر جبار من محافظة كربلاء المقدسة، أدرس بجامعة بغداد، أحد الطلاب المشتركين ببرنامج ستارت اب اكسشينج بروجرام. طبعا واحد من أكثر الداعمين وأكثرهم حرصا على نجاح هذا البرنامج كانت الجامعة التقنية الجنوبية متمثلة بالدكتور عدنان عتيق، فشكرا الدكتور عدنان على هاي الجهود اللي بذلها في نجاح هذا الموسم. زيد والياس من جامعة الموصل من منطقة بحشيقة. لا صراحة الجامعة التقنية أبد ما قصرت ويانا، فتحونا كل القاعات وفتحونا الأقسام الداخلية، تعاملهم كان جدا طيب ولطيف ويانا. دكتور عدنان هسه معروف بين الطلاب هو انه هو الأب الحنون على الطلبة صراحة، يعني دكتور عدنان إنسان ما ينوصف بكلمات أبدا نهائيا. آراء ثامر حسوني، طالبة من جامعة بغداد من محافظة بغداد. والله صراحة يعني تعامل جدا رائع، وقبل الأستاذ عدنان ويانا كانوا بمثابة يعني الأب إلنا. احنا من جميع محافظاتنا يعني ما حسينا انه احنا جينا غريبين على البصرة. انا لطيفة بسام من جامعة بغداد محافظة بغداد. صراحة التعامل كان افضل من رائع. اذا اريد نوصف يعني ننصف التعامل مالته، نقول انه تعامل ويانا كانه اب، كان حرص علينا، حرص على سلامتنا. حسين عيسى من جامعة بغداد محافظة ذي قار. كان كلش انه اكو تعاون بين الجامعة التقنية الجنوبية المتمثلة برئاسة الدكتور عدنان عبد الله العتيق. الدكتور عدنان حقيقة هذا الإنسان المتواضع، ويعني أنا إنه أشوف بنفسي ماكو كل كلمة شكر وتقدير تكفى هذا الإنسان.